الطعمية بتتعمل بطرق كتيرة جدا، ودي أبسط طريقة فيهم وأسهل طريقة، وبيوتنا كلها ما بتستغناش عنها في فطار وعشاء، شغالة معاكي زي الفل. بتشتريها دلوقتي يعني مش عارفة أقولك ايه، يعني بتشتري حاجة بسيطة خالص. ما بتكفيش فرد واحد حتى، واقل حاجة بتشتري ب10 جنيه علشان تكفي. فتعالي كده نعملها بكيلو من الفول المدشوش هنعملها بيه. الفول المدشوش كلنا عارفينه جدا، ودي اسهل طريقة وارخص طريقة واوفر طريقة. هي الطريقة دي يعني مش هتستخدمي فيها اكتر من 3 مكونات او 4 بالكتير. هتطلعي معاكي كمية حلوة اوي اوي، هتكفيكي فترة طويلة اوي. كلنا محتاجين الطعمية زي ما قلنا، الطعمية الفلافل زي ما بتسميها. هنعملها النهارده. انا عملتها معاكم كتيره، بس فكرتي النهارده ان بجد والله زي ما بقول لكم انا رحت اشتريها. يعني انت علشان تكفي عدد افراد اسرتك ولا 20 جنيه 30 جنيه علشان تكفي. طب ما تيجوا كده نعملها مع بعض بكيلو من الفول. هتعمليها تكفيكي اسبوع 2 على حسب استهلاكك واستخدامك. وزي ما انت شايفه كده معايا، مطلعه النتيجه في منتهى الجمال. اكتر حاجه كانت بتقلقني من الطعميه هي القلي بتاعها بصراحه. كنت ما بعرفش اشكلها، فلها طلع لها مكبس مخصوص وطلع لها حاجات تانية، بس احنا النهاردة ان شاء الله هنعملها مع بعض وهنشكلها بالمعلقة. يعني اي واحدة مبتدئة هتقوم تعملها فورا. تمام. وهنعملها بمكونات تكون بسيطة جدا، حاجات تكون اقتصادية من الدرجة الاولى. كيلو فول. الكيلو الفول يعني ما هوش غالي، يعني ب30 جنيه بس. قبل ما نبتدي الطريقة نصلي على رسولنا الكريم كده عليه افضل الصلاة والسلام. ونبتدي مقاديرنا بسيطة جدا وسهلة. انا كان معايا هنا معلقه كبيره توم مفروم، كانت يعني عليها سنه شطه كده، هرسه شطه. مش هتقول لا، الموجود عندك انت لو موجود عندك توم هتاخدي مثلا 3 4 فصوص توم وتستهلكيهم. انا ما بستخدمش فيها اي نوع خضره اكتر من الخضره بتاعتها الاساسيه اللي بتتعمل في محلات الطعميه. تمام. هي دي الخضره اللي انا بستهلكها فيها. بجيب كده ب5 جنيه بيكفي معايا الكيلو الفول. ب5 جنيه هيكفي معايا الكيلو الفول وهيبقى زي الفل. المية هنا بتستخدميها بقى، يعني لو قدرت تخلطيها من غير مية يكون افضل. ما مشتش معاكي هتخلطيها بالمية. مقدرنا زي ما احنا قلنا. كيلو فول انا بلاه من بالليل، وبتغير عليه كل ما بتخش المطبخ، ما بتسيبوش انت في وقت حر. فبتغيري كده عليه مرة 2 3. من بالليل للصبح، من الصبح بالليل مش هتفرق معاكي. المهم ان انت تنقعيه فترة طويلة يكون كويس. وهتبتدي ان انت بقى زي ما قلت لك كل ما تدخلي المطبخ تغيري عليه لغايه ما الحبايه كده بتبتدي تكسرها بايدك تتكسر معاكي بسهوله. الكيلو الفول ده زي ما قلت لك انا شاريه ب30 جنيه، هيوفر معاكي كتير قوي قوي، وهيعمل لك يعني الموضوع كله مش هيخش في 35 جنيه. تمام. ما بحطش لا شبت ولا كزبره. انا بحط كرات مصري اللي احنا عارفينه كلنا. تمام. جايبه كده ب5 جنيه. وهبتدي ان انا استخدمه. بتنضفيه كويس وبتغسليه وبتبتدي ان انت تقطعيه كده، تقطعه عشوائي مش مهم كبير. انا بفرم الخضره بتاعتي ببصلايه واحده كبيره، وبمعلقه توم مفروم، ولو قلتلك عندك فصوص توم مفيش مشكله. هي ديت المكونات بتاعتي، مكونات بسيطه جدا. بفرم الخضره بتاعتي عشان تسهل عليا عمليه الفرم. تمام. الفرم بقى هنا، حابه ان انت تفرمي في الخلاط هو هيعذبك شويه، هياخد منك ميه كتير. وهتضطر ان انت تصفي الميه ديت، ودي تبقى الفايده بتاعتها بصراحه ما بفضلش الطريقه دي خالص، لان الفايده هتبقى قلت معاكي. طيب مفيش كبه. المفرمه اليدوي العاديه اللي كنا بنفرم بها زمان، وانا كنت بستخدمها بجد وكانت جميله جدا في الفرم. تفرمي كده وش او اتنين، يعني مره او اتنين او تلاته، لو العجينه لسه ما طرتش معاكي. اهم حاجه زي ما قلت لك، اساس عمايل الطعميه ودي السر بتاعها جايباه من سر المحلات بالطرق بتاعتهم، ان انتي بتفرمي الطعميه فرم كويس. وانتي اساسا لو واخده بالك وانتي بتبقي تشتري الطعميه بتلاقيهم بيقعدوا يضربوا في الطعميه كتير قدامك كده وهم لسه رايحين يقلوها. بيفضلوا يخلطوا فيها فتره طويله علشان تبقى هشه كده معاكي وخفيفه وتبقى حلوه. العجينه بتبان في ايدك وانتي بتلاحظيها وبتحسيها ان العجينه كده يعني عامله زي خليط الكيكه، بتفور معاكي كده. تمام. ما بستخدمش ميه كتير، هي كوبايه ميه زي ما انت شفتي كده. تبتدي تضربي بها، وزي ما قلت لك لو قدرت تضربي من غير الميه مفيش مشكله. بستخدم بقى الكيلو الفول بتاعي انا ما بحطش فيه اي بهارات خالص الا الملح بس. ملح ابيض عادي. بتحطي بقى ايه على حسب الحدق بتاعك هنا، وبتدوقي كده على طرف صباعي كده وبتدوقي وتشوفي الملح بتاعك.
هي دي كانت الطعمية بتاعتنا، يعني بطريقة بسيطة جدا وسهلة. ويا ريت لو وصلت معايا هنا ما تنسينيش في اللايك والاشتراك كده وتفعلي الجرس. بنعمل فيديوهاتنا العادية خالص، اللي طلبات بيوتنا اليومية اللي احنا بنحتاجها، بنحاول على قد ما نقدر نعملها في قلب البيت بامكانيات تكون بسيطة. لو بتشتري كمية عجينة الطعمية دي ما خدتش منك، يعني مثلا الموضوع ما خدش منك وقت. لو بتشتريها من بره هتكلفك مبلغ كبير قوي. انت في البيت عملتيها ما خدتش منك اي حاجة. البصلاية من البيت والثوم من البيت، واشتريت الخضرة ب5 جنيه والفول ب30 جنيه. عملت كمية الطعمية اللي انتم شايفينها، ونقليها مع بعض بطريقة تكون بسيطة جدا. كل حد يعني حتى لو بنوتاتنا كده واقفين هيقدروا ان هم يقلوها. تستخدمي لها بقى كربوناتو لو بتحبي الكربوناتو، بتحبي البيكنج باودر ان انت تحطيها تبقى هشه من جوه. ولو استخدمتيها كده هتبقى معاكي فل، وهتبقى في منتهى الجمال لان انت ضربها كويس، داخل فيها كميه هواء كويسه فهتتقلى معاكي بسهوله. كربوناتو ما تحاوليش تكتري، وما تحاوليش تكتري البيكنج باودر علشان خاطر ما تفتحش منك ويعني تبوظ منك كده بمعنى اصح. لو استخدمتي هتستخدمي على طرف المعلقه سنه صغيره خالص على الكميه. وانا هنا بعبي الاكياس معاكي، هحفظها في قلب الفريزر، وبطلع الكيس من بالليل كده على رخامه المطبخ، على الصبح كده يعني على ميعاد الفطار بتلاقيه جاهز. ولو حبيتيه في العشاء مثلا بتطلعيه برضو من الصبح كده، يعني الموضوع ما بياخدش منك وقت. على ميعاد العشاء بيكون جاهز. او بتحاولي ان انت تفردي الكيس بتاعك، لو طلعتيه ساعه زمن هيكون فاكك معاكي وهيبقى في منتهى الجمال. هنا الكمية يعني بسم الله ما شاء الله، كان ممكن تعمل كمية اكبر من كده بكتير، بس انا هنا عاملة الاكياس ملياها يعني حجم عائلي كده، حاجات يعني مش قليلة. شوفي الكيس من ده لو بتشتريه كده من المحل هيكلفك قد ايه. كلنا بنشتري وكلنا عارفين ان الكيس زي ده لو بتشتري عجينة الطعمية دي من بره هيكلفك ولا 20 جنيه. تخيل انت لما تكون عملت الكمية الكويسة ديت وعملتيها ما كلفكيش 35 جنيه، وفرتي كتير كتير كتير. يعني بصراحة مش النص بس، ده ازيد من النص كمان. هنجربها بقى مع بعض كده ومش هتحتاج معانا. هتقولي لي طب ما الطعمية بتستهلك زيت كتير والزيت بقى غالي ومولع نار. هقولك بجد والله لو عملتها بالطريقة دي مش هتشرب منك زيت خالص، وهتبقى معاكي زي الفل. وزي ما قلت لك انا هشكلها معاكي بالمعلقه. انا كمني بقى على بال ما عبيت الاكياس كنت حطيت في الطبق الاول، وعبال ما عبيت الاكياس بدات ان انا اضربها زي ما انت شفت كده. تضربيها بقى بتطلعي الكيس، حابه تضربيه على طول في الكبه ما فيش مشكله. مش حابه تضربيه في الكبه بالمعلقه كده وتفضلي تخلطي فيها شويه، ان انت كانك بتربي بيض، كانك بتعملي كيكه، ان انت تدخلي فيها نسبه هوا كده علشان تطلع معاكي هشه وكويس. بالمعلقه خالص. كان الزيت لسه مسخونش معايا هنا في اللحظه دي. هوريكي حاجه كده، لازم انت يعني الزيت يبقى سخن عشان لما تنزلي بالطعميه الطعميه بتبقى عامله زي ايه، يعني بتطلع كده على الوش. لما بتستوي تاخد اللون بتطلع على الوش كده، بتنفش معاكي شويه وبتبقى في منتهى الجمال. هنا بقى علشان الزيت ما كانش سخن معايا لزقت مني سنه، بس صدقيني هفضل ايه وراها كده بشويش لما هتطلع. طريقتها جميله جدا وحلوه قوي. كان ممكن اقطع الحته ديت بس حبيت ان انا اوريها لك، ان في محلات الطعميه بنشوف الزيت بتاعهم بيبقى سخن بيدخن. احنا مش هنخلي الزيت سخن ولا يدخن برضو علشان ما نبوظش الدنيا. بس شوفي هنا مسكت معايا سنه. هسيبها بقى لغايه ما تتحمر كده وتاخد تحميرتها وهتلاقيها اتحركت معاكي وبقت في منتهى الجمال. اول ما بتستوي تلاقيها تطلع على الوش كده وبتزيد سنه. انا بشكلها بالمعلقه بتاعه الشاي الصغيره، اصغر معلقه خالص عشان القرص يطلع معاكي حلو. التشكيل بقى هنا براحتك، حابه تعمليها بسمسم، حابه تعمليها محشيه، حابه تعملي اللي انت حاباه كله، لان الكميه معاكي حلوه والكميه كبيره. بس انا حبيت ان انا اعمل حاجه كده على السريع علشان تشوفي شكلها. وهقلي معاكي كمان دور علشان تشوفي الزيت عامل ازاي. الزيت يعني الحاجات ديت بنصفيها، والزيت زي ما هو ما قلش معايا خالص. يعني الطعميه ما شربتش الزيت زي ما احنا بنسمع وان هي هتخلص منك الزيت، لا بالعكس. وبعد ما بتخلصي والزيت بتاعك بيبرد بتبتدي ان انت تصفيه وتستخدميه كمان مره. ما بيقولش لا، ما بيقولش لا والله. مش تقولي لي مثلا لا ده بيبقى ضار والكلام، لا. هو تستخدمي الزيت مره واتنين، التالتة ممكن تستخدميه في البرنجان في اي حاجه هيمشي معاكي. وبنحاول نعمل زي ما قلتلك حاجتنا في قلب البيت، بنوفر وبنعملها في قلب البيت. المره التانية بقى كان الزيت معايا سخن، هتبتدي تطلع معاكي. انا مش راضيه افصل الحته ديت معاكي ولا راضيه ان انا اصرحها زياده، علشان خاطر تشوفي ان الموضوع سهل جدا. بالمعلقه بتقدري ان انت تشكليها
يعني ما بتغلبكيش ولا اي حاجة. وممكن كمان تشكليها تعبي كميتك كلها في قلب كيس من اكياس التلاجة اللي بنحفظ فيها الحاجات بتاعتنا، وتبتدي ان انت تشكلي برضو، مش هتبهدلي الدنيا. جنب منك طبق كده فيه مية، او بتعوصي المعلقة مثلا زيت، تبلي المعلقة كده بالزيت وتبتدي تشكلي عادي، وتبقى معاكي زي العسل. هنا بقى كمان الزيت سخن، فعلى طول بسرعة كده استوت معايا وبقت في منتهى الجمال. بتفضلي بقى في التوقيت ده تقلبي فيها شمال في يمين، لو انت حباها ان انت تبقى ايه يعني مقرمشة كده. في ناس بتحب الطعمية تبقى مقرمشة شوية، وفي ناس بتحبها نص سوي. هنا براحتك بقى وعلى حسب ما انت بتحبي. لونها في منتهى الجمال وطريقتها حلوة وسهلة، وعملت معايا كمية كبيرة. يمكن هنا الإضاءة ظالمة اللون بتاعها، بس لونها جميل جدا. هحاول على قد ما اقدر ان انا ابين لكم اللون بتاعها. واتشكلت معاكي وعملت الطعمية في قلب البيت بطريقة اقتصادية وبطريقة سهلة جدا. وشوفي القلب بتاعها من جوه عامل ازاي، القلب بتاعها مفتح مش مكتوم وحلو قوي. وعملت كمية في منتهى الجمال من كيلو واحد فول. زي ما قلت لك الفلافل هنا بتتعمل بحاجات كتيرة، بالحمص وبحاجات كتيرة، بس احنا بنحاول نعملها بطريقتنا اللي احنا متعودين نشتريها بيها. يا رب الفيديو يعجبكم وينول اعجابكم، ويبقى حاجة بسيطة جدا قدرنا نوفرها في قلب بيوتنا بامكانيات تكون بسيطة. ويا رب الفيديو يكون خفيف ولطيف، واشوفكم في رعاية الله وفي حفظه في امانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.